بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. ان شاء الله ننفذ مع بعض الكل اللي شفناه في اول الفيديو. هستخدم كده معايا بعض فواصل الهيماتايد مع دلاية الفيروز الطبيعي وسلك الواير وخرز اللولي وخرز الفيروز. هبتدي كده اقفل طرف الواير بتاعي من الجنب الاول بالحباسة والاستوبر كده، ندوس على الستوبر كويس ونقطع الزيادة من الواير اللي بتكون فوق الستوبر، ويبتدي ادخل الستوبر جوه الحباسة واقفلها عليه كويس. هبتدي اقص الجزء اللي انا محتاجاه وابتدي كده الضم الخرز بتاعي بالطريقة اللي انا حباها. زي ما قلتلك التصميم ده بيبقى حاجة خاصة بيكي انتي. انا هنا لضمت 3 خرزات لولي، بعد كده فاصل هيماتايد وخرزة فيروز وبعد كده فاصل هيماتايد تاني، وكررت نفس النظام ده كده لحد ما وصلت للطول اللي انا محتاجاه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا كده. هبتدي ان انا اقفل طبعا الطرف التاني من الواير برضو بنفس الطريقة باستخدام الستوبر والحباسة. بدخل الحباسة بظهرها وبعد كده بدخل الاستوبر واضغط عليه كويس جدا لحد ما اتأكد ان هو مش هيتحرك من مكانه، وبعد كده هقص الزيادة من الواير وابتدي ان انا اقفل الحباسة بتاعتي على الاستوبر بطريقة صحيحة. طبعا دي ايد بنتي يعني عادي. انا هنا عملت الجزء التاني من العقد، عملت الجنب التاني وهبتدي كده اجيب السلسلة اللي انا هشبكها في الجزء التحتاني من العقد كده. طبعا باستخدام الزردة. بدخل الزردة في السلسلة وفي الحباسة بتاعتي وابتدي ان انا اقفلها كويس قوي علشان خاطر ما تخرجش السلسلة من جواها. هبتدي كده اشوف الطول اللي انا محتاجاه واقصه من السلسلة واركبه في الجنب التاني من العقد بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. فتحت الزردة ودخلتها في الحباسة وفي السلسلة بتاعتي. دي سلسلة طبعا دهب صيني يا بنات. تمام، ببتدي كده احدد نص السلسلة عشان انا هركب كده دلاية في النص. هحدد نص السلسلة بالظبط وابتدي ان انا افتحهم عن بعض واجيب الدلاية بتاعتي. دي دلاية دهب صيني برضو من الفيروز. هبتدي ان انا كده ادخلها في السلسلة بتاعتي. طبعا يا بنات ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. وهنا كده بعدل السلسلة عشان اركب الجزء التاني وابتدي اقفل الزرادة بتاعتي وهتبقى بالشكل ده كده. هبتدي ان انا بقى اجيب مسمار مقطر برضو لونه مش بيغير. هحط كده خرزة لولي جنب الدلاية على طول بحيث تبقى نازلة منها بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده. وهبتدي بقى ألضم في السلسلة دي كده بعد خرز اللولي كده والدلايات الفيروز اللي معايا دي. انا هنا عملت كذا مسمار كده بخرز اللولي اللي هي المسامير المقطرة بخرز اللولي، وهبتدي ان انا احطها تقريبا كده في مسافات متساوية على السلسلة بتاعتي عشان تبقى نازلة منها كده زي الفرفشة. طبعا انا المفروض ما اشتغلش على الترابيزة كده، المفروض ان انا احط العقد بتاعي او الكوليه بتاعي على الرقبة اللي انا بعرض عليها، وابتدي ان انا اعلق الدلايات بتاعتي بحيث ان هو يبقى في صورة واضحة قدامي اكنه ملبوس. بس طبعا علشان الرقبة دي مش متوفرة عند الجميع فانا بعمل على الترابيزة كده وبعدين بمسكه في ايدي بحيث لقيت حاجة عايزة تغير مكانها ببتدي ان انا اغير مكانها زي ما احنا شايفين كده قدامنا، يعني بطريقة سهلة خالص. انا مش عايزة اعقد الموضوع عليكم.
ده كده هيبقى شكل العقد المفروض النهائي. هبتدي طبعا ان انا في الطرف التاني من العقد اركب القفل والسلسلة بتاعتي بتاعة التطويل والتقصير. تمام، انا هنا ركبتها اهو. برضو سلسلة دهب صيني. ده كده الشكل النهائي للعقد. يا رب يكون الفيديو كان سهل وبسيط عليكم. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله.